يا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم خوتي خواتاتي، شو أخباركم؟ كيف أحوالكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن حال، وتكونوا إن شاء الله يعني متحملين هاد السخانة وهاد الحرارات. خوتي خواتاتي، هاد الحرارة اللي بزاف هاد العام، ما شاء الله هاد الحرارة بزاف هاد العام، كاينه بزاف الحرارة وكاين بزاف مرتفعة بزاف. يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه ما قادرينش نتحملوا خوتي خواتاتي بزاف ديال السخانة، كاينه بزاف مرتفعة بزاف. المهم مش موضوعنا على السخانة. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون خاص، يعني يكون خاص لكل مسلمه وكل مسلم وكل يعني اللي كيغيروا على الدين ديالهم، واللي كيغيروا على كتاب الله، واللي كيغيروا على الديانه ديالهم، وكيغيروا على الاسلام ديالهم، وكيغيروا على الاصل ديالهم. بعد اول شيء كيغيروا على الاصل ديالهم. اليوم خوتي خواتاتي هذا الفيديو غادي يكون على هذاك السفاح اللي حرق القرآن، اللي حرق كتاب الله. نتمنى والله العالي القادر ان شاء الله يحرقوا في صحته كما حرق كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يحرقوا في الدنيا قبل الآخرة. وكناشد اخوتي خواتاتي المسلمين في كل مكان وفي كل بلد وفي كل انحاء العالم، في كل المسلمين اللي كما قلت لكم عندهم غير على دينهم، وعندهم غير على كتابهم، وعلى رسول على نبيهم، وعلى يعني على الدين ديالهم والاصل ديالهم. فهاد الشيء كيتقرر، وهاد الشيء كل عام كنشوفوه، وهاد الشيء كل عام كيزيد. هاد الشيء راه خاصو ينوض عليه الحرب اخوتي خواتاتي، هاد الشيء خاص ينوض عليه الحرب. هاد الشيء اللي كيوقع كل عام، كتاب الله سبحانه وتعالى كنشوفوا القرآن ديالنا وكتابنا، وباش هكا احنا مسلمين، وباش هكا احنا مسلمين، وباش حنايا كنآمنوا، وباش هكا كل شيء في الحياة ديالنا، وهو الكل في الحياة ديالنا. فكل عام كيخرج السفاح كيحرقوا امامنا وكيحرقوا امام عيوننا. فهاد الشيء راه بزاف وكيتقرر بزاف. فكناشد كل مسلم وكل مسلمه، هاد الشيء راه خاصو يكون عليه الحرب. هاد الشيء راه خاص الدول العظمى، الدول العربيه، يعني الدول المسلمه والدول كلها يعني تجتمع ويديروا حل لهاد الشيء اللي تيتقرر كل عام. كل عام كنشوفوا القرآن ديالنا والكتاب ديالنا كيتحرق امام عيوننا، والدخاخن طالعه وكيعزف عليه. كاين اللي ما نعرف شنو كيدير عليه، كاين اللي يعني يقطعوا ورقه بورقه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف خوتي خواتاتي، هادشي راه بزاف، هادشي راه كيضر في الخواطر، هادشي راه كيضر في القلب، هادشي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. واش يعني ما بقاوش المسلمين، ما بقى غيره على الدين، ما بقى غيره على القرآن، ما بقى. راه خاص المسلمين كلهم يتجامعوا في انحاء العالم ويخرجوا يديروا مظاهرات ويديروا يعني يحاربوا هاد السفاحه اللي كل عام كيحرقوا لنا كتابنا امام عيوننا. علاش المسلمين ما كيحرقوش الكتب ديال المسيح والكتب ديال الانجيل والتوراة ولا اسمهم؟ علاش ما كيحرقوهمش المسلمين؟ علاش ما كيديروش ليهم كما تيديروا هما الكتب ديالنا والقرآن ديالنا؟ علاش هادشي راه خاصو يدار ليه حل. وهادشي خاص خوتي خواتاتي، خاصو الحرب. هادشي راه خاص الحرب باش يبقى عبره. خاصهم يطالبوا السفاح خاصهم يطالبوا باستسلامه، يسلموه المسلمين ويقطعوها خوتي طروفه، يقطعوه يقطعوا ليه اليدين ديالو، اللي قطع القرآن يقطعوا ليه صباعه ويدو، يعني كيف كنقولوا طرف بطرف ويخويو عليه الغاز ويحرقوه كما حرق القرآن، يعني كما حرق كتاب الله، وكما حرق لنا القلوب ديالنا وحرق لنا الكتاب ديالنا. خاصو يتحرق امام عيوننا. هذا هو الاسلام، خاص هكا يكون. يعني كما حرق لنا الكتاب ديالنا امام عيوننا، خاص يطالبوا المسلمين كلهم
يخرجوا الدقال كلها المسلمين ويطالبوا بالاستسلام ديالو، يسلموه للمسلمين، يقطعوه طروفه كيما قطع هذاك القرآن امام الملاء ويرشوه بالغاز ويحرقوه امام المسلمين، يتحرق امام الملاء، امام العالم يتحرق، باش يكون عبره لكل سفاح، لكل مجرم، لكل ارهابي، باش يخرج ويطاول على كتاب الله ويحرقه، ويطاول على كتاب الله وعلى كلام الله ويحرقوا امام عيوننا وامام عيون المسلمين. فلا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. فلا هادشي اللي كنشوفو راه خطير بزاف، وراه يعني استهزاء بالمسلمين، وراه طيحان بالمسلمين، كيطيحوا بالمسلمين، وراه يعني اش غنقول لكم. لا حول ولا قوة الا بالله. والله اخوتي اعصابي، والله العظيم اعصابي كيتحرقوا، اعصابي كيتحرقوا. انا هادي اللي مرا والله القسم، وكنقسم بالله العلي العظيم، ويجي قدامي هذاك الانسان اللي حرق الكتاب ديال الله، راه قلبي كيتحرق كيما قد ما كنشوف الفيديوهات، قد ما القلب ديالي كيتحرق. ما كرهتش يبرد لي الحرقه اللي في قلبي حتى نشوفه تحرق كيما حرق القرآن، وكيما قطع القرآن، وكيما عسف عليه، نشوفه يتحرق ويولي غبره ويولي رماد ويهزو البرد يديه، عاد تبرد لي القرحه اللي في قلبي. ربي لي عالم بالقرحه اللي في قلبي على كتاب الله اللي تحرق امام عيوننا وامام عيون العالم. فراني اخوتي مسلمه، وديني في دمي، وديني في عروقي، وعندي غيره على ديني، وعندي غيره على الكتاب ديالي، على الكتاب ديالنا اللي راه في دمنا، وراه باش حنا مسلمين، وراه لازم المسلمين وكل مسلم وكل مسلمه توقف وتهز الكتاب في كل عالم، في كل دوله وفي كل انحاء العالم، في ما كاينين المسلمين يهزوا الكتاب ويهزوا القرآن ويطالبوا بالاستسلام ديالو، يسلموه للمسلمين. هذاك المجرم، هذاك السفاح، هذاك الارهابي، هذاك الخائن الغريب في الامر من دولة اسلامية، الغريب في الامر من دولة اسلامية، طلع من دولة اسلامية وطلع هو كيحرق القرآن وهو من دولة اسلامية. فلا حول ولا قوة الا بالله. فهادشي تيتقرر كل عام، كنخرجوه تندقزوه من لهيه، وكل عام كنشوفوا هادشي وكيدوز من لهيه، تينوضوا يبقاو يتغاوتوا ها هادي شويه وما كاينه حتى حاجه. فخاص الدقال الرقاص اللي بلا الرقاص والمسؤولين اللي بلا مسؤولين ينوضوا يطالبوا بالسفاح، يجيبوه ويقطعوه طروفه كما قطعوا القرآن، ويرشوه بالغاز. كنعاود نقولها بحرقه من قلبي، كنعاود نقولها، يرشوه بالغاز ويحرقوه ويولي رماد ويهزوا البرد امام عيوننا، باش يبقى عبره الكل مجرم يطاول على كتاب الله ويحرقه. فكتاب الله ولا بحال شي لعبه، فكتاب الله ولا بحال شي حاجه اللي يعني بحال شي حاجه اللي لا شيء، ولا يعني راه اي واحد يعني يولي دابا ينوض يحرق لنا القرآن ديالنا ويحرق لنا الكتاب ديالنا. فاخوتي خواتاتي قسما بالله راني كنهضر بحرقه، فقلبي كيتحرق وقلبي ربي لي عالم به. فما كرهتش كنقول لكم هذاك الانسان الا جا قدامي، قسما بالله قسما عظما الا جا قدامي هذاك الانسان، فانا هذه الامراه ما عرفتش اشنو غادي ندير فيه، ما يعلم بيا الا الله اللي في راسي اشنو غادي ندير في هذاك السيد الا جا امام عيوني ولا جايت فيه. لكن للاسف ولاو اش غنقول لكم. نتمنى من الله العلي القادر ياخذ فيه الحق وياخذ فيه الحق، ونتفرجوا فيه قريب من القريب يا ربي، نتفرجوا فيه عاجل وغير آجل، نتفرجوا فيه من مقارب العاجل إن شاء الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عام يخرجوا يستهزئوا بالرسول، وعام يخرجوا يستهزئوا بالقرآن، يحرقوا القرآن. ها هو هنا، ها هو في ما نعرف، حرقوه في السويد، حرقوه في ما نعرف ذاك العام في النرويج، ولا ما نعرف حرقوه ما نعرف فين. كل عام يحرقوا القرآن في دولة، والمسلمين بحال مردود عليهم التراب، بحال مقتين، بحال ما بقاتش فيهم شعرة ديال الغيرة على دينهم اللي تحركهم، ما بقاتش فيهم سكينة تحركهم على الدين ديالهم.
فحسبي الله ونعم الوكيل. فهذا هو الفيديو اخوتي. فكنتمنى هذا الفيديو يتبارطاجها ويسمعوا كل مسلم وكل مسلمه، ويوصل يعني هاي الفيديو يوصل لكل مسلم وكل مسلمه، وكل واحد عنده حرقه وعنده غيره على دينه وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى دينه بصفه عامه. فكل مسلم اوريجينال يعني يتسنت لهذا الفيديو هذا ويبارطاجيه ويعني ويحاولوا مهما كان يطالبوا بالحق ديال كتاب الله، يطالبوا بالحق ديال كتاب الله اللي تحرق امام عيوننا. فما نطولش عليكم خواتاتي، طولت عليكم بزاف، سمحوا لي راني كنهضر بحر قبل ما نشعر، فسمحوا لي لا غلط وقلت شي كلمه اللي خارجه الموضوع، سمحوا لي راه كنهضر بحرقه، راه ربي اللي عالم بيا قسما بالله. قد ما كنتفرج في الفيديوهات فصحتي كلها كتشوك عليا، ما كنعرفش ما كنحش براسي اشنو كنصنع واشنو كندير. فلا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والله يعاونكم وتصبحوا على خير وبسلامه عليكم، والله يعاونكم.